السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا بغيت نحكي لكم واحد القصة وقعت معايا شخصيا بالنسبة لهاد الشي ديال البيع والشراء، خصوصا في هاد الدومين ديال الفلاحة إلى غير ذلك. هاد الزمان ولا صعيب أنك انت تيق شي واحد إلا جا بيبيع ويشري معاك إلا وبضمانات. يعني كيبيع ويشري معاك وانت تقول له اعطيني الضمان بأنه راه هاد السيد كيضمنك ولا هاد البضاعة بأنه راه عندها الضمان ديالها. كيقول لك لا بيناتنا الله و الى غير ذلك. حنا كنامنوا بهذا المنطق ديال بيناتنا الله والله اقسم بالله وتالله والى غير ذلك. المهم انا دخلت للسوق مع 3 ديال الصباح. المهم مشيت بين ناخذ واحد الغنم، لقيتها عند واحد السيد عجبتني. هذيك الغنم قلبتها، ومن فاش قلبتها دوزت معاه الكلمات تقدينا تهردنا على الثمن، بغيت نحسب ليه الفلوس. الغنم انا شدتها صورتها هي الاولى، يعني فيلميتها وهكا حسبتها. المهم قلت لي يلاه نعطيك الفلوس. مشينا للقهوه، مشيت للقهوه بغيت نعطيه الفلوس. فاش مشيت للقهوه عطيتو الفلوس رجعت انا نلقى الغنم مبدلين فيها 3 ديال الفحوله. هما كانوا فحوله في صراده. فاش رجعت ما عطيتو الفلوس ورجعت بغيت ناخذ هذيك الغنم كنلقى مخلطه. وانا نقول ليه فلان هاد الغنم اللي عطيتيني راه ماشي هي هذيك. قال لي لا والله الا هي هذيك، راه ما بدل فيها والو. هو راه ولدو حاضر معانا تمايا ومفاهم هو وياه وخدم هو وياه القالب. المهم ما عليناش. رجعت عنده قلت له هاد البهيم واش مأكد راه ما نبدلاش؟ قال لي لا والله ما نبدلا، وتيبوس ليا في راسي. وراه ديتو للقهوه ما جات عطيتو الفلوس، ديتو للقهوه وضربنا الشوا. قسما بالله الا الشوا بالله مع 6:30 ديال الصباح. حاسب لي الفلوس ومزرد لي الفلوس وواكل معنا الطعام وواكل معنا كلشي. تيحلف ويعاود قال لك لا والله حق ربي قال لك ما نبدلك فيها فرقش. المهم قلت لي شوف راه بيناتنا الله مسخوط، وراه السوق الجاي راه نلقى فيها المرض راه نعقبها ليك. هو قول لي راه لقيتي فيها شي حاجه مبدله ردها ليا. ايوا لا مشى سيدي، مشات الايام وجات الايام. عقب السوق الجاي وانا لقيت هذوك البهايم بدا تيبان لي العيب حبه في حبه. او انا نمشي عنده قلت له المرضي اجل تجي شوف هاد التصاور اللي في التليفون هذا. قال لي اييه شفتهم. قال لي غنم جيد هادي. قلت لي ما عرفتيهاش؟ قال لك بحال فايته شي حاجه ديالي فيهم. وانا نقول لي شوف هاد الغنم اللي في التصاور الاخرى. قال لي اييه. قال لي ما مال هاد الغنم بوسط. قال لي هاد الغنم ماشي بحال ديك الغنم الاولى. وانا نقول لي راه هذيك الغنم هي اللي صدقت معاك الله فيها ياك، وهاد الغنم هذه هي اللي خنتي الله معايا فيها. هو يقول لي لا ما يمكنش. قلت ليه زكا الله يرضي عليك راه شوف. قلت ليه فاش وقفت انا وياك راه كاينين الناس وحاضيننا الناس وعندنا حبابنا وصحابنا حاضرين اللي بعنا وشرانا. هو يقول لي اسمح لي وراه كذا. قلت ليه شوف الله يجزيك بخير، بدير واحد المزيه زينه. هو في المشي هاد الوجه ما عمرك باقي تجي عندي. بدا يتبوس ليا في راسي وبيتسامح معايا لانه داكشي اللي لحقوا فيه لامين، لحقوا فيه المخزن. قال لك اسمح لي وما تخسرنيش قدام الناس وكذا 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 وكذا. قلت لي شوف جر هذوك البهايم ورد لي ريالاتي لهاد الجيه، وراه خسرت عليهم القد والقد من داك النهار لهاد النهار. رد لي فلوسي والله يعاوننا ويعاونك. ولا كان كيبيع ويشري معاك شي واحد راجل بيع وشري مع راجل، لانه راه شي نهار غادي يديك شي واحد للحبس. قال لك اسمح لي وكذا وما تشوهنيش و الى غير ذلك. هذاك السيد راه هو مشى وانا شديت فلوسي وليت خديت غنم جود من هذيك الغنم. انا اللي بغيت نقول لكم الناس والكلام اللي بغيت نوصل، النبي صلى الله عليه وسلم كيقول في هذا الحديث، والحديث في الصحيحين من حديث ابي سعيد الخدري رضي الله عنه. هذا حديث في التبعيه. انا نسبق حديث على السنوات الخداعات اللي احنا فيهم حاليا، ومن بعد نتبع لكم الحديث ديال التبعيه. النبي صلى الله عليه وسلم قال ستأتي من بعد سنوات خداعات، أو ستكون من بعد سنوات خداعات
يصدق فيها الكاذب وها هو قد وقع، يصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق ويخون فيها الأمين وينطق فيها الرويبضة. وقيل يا رسول الله ومن الرويبضة؟ قال الرجل التافه، الرجل السفيه الذي يتكلم في أمر وشؤون العامة، ليس في السوق وليس في البيع والشراء وليس في المعاملات، بل حدث ولا حرج، خصص لهم منابر وحدث على مناحي الحياة كلها. هذا هو ما نقيس به الآن، الإنسان يقيس بهذا المنطق. والنبي صلى الله عليه وسلم قال المؤمن لا يلدغ من الجحر مرتين. احنا عارفين وعرفنا هذاك كذاب وما صدقش، وعرفنا ولكن خصك تغربلو، فاش كتغربلو كيطيح، فاش كيطيح ما باقيش كيرجع للغربال، وفاش كيطيح كيبان، فاش كيبان كيوخروه الناس، كيقولوا هذاك لا باقيش تقدم عنده، راه مشى عنده فلان بن فلان بيعطيه وشرا من عنده وكذب عليه، قال ليه كاع منين كذب على هذاك السيد ما باقي حنا نبيعو نشريو معاه. يعني الصدق انعمس، الصدق خصنا نكونوا صادقين، نبيعو نشريو بريال ويكون حلال، وما نبيعوش نشريو بقنطار وهو حرام. الله يهدينا على بعضياتنا، وصباحكم مبروك، والله يخلي الحالة زينة، والسلام عليكم.